السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم حبايبي. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المهلبية بمكون جديد بطعم مختلف شوية، إن شاء الله تعجبكم. طبعا المهلبية مصري معروفة يعني، بس هي يعتبر معرفش هي هتبقى حاجة مشكلة كده على بعضها، بس إن شاء الله تعجبكم يعني. زي ما انتم شايفين معايا كده، أنا معايا هنا دول 3 كوبايات حليب أو لبن بالمصري، ومعايا هنا كيس فانيليا، معايا معلقة واحدة كريم شانتيه، معايا 3 معالق نشا، معايا 3 معالق جوز الهند، يعني كل كوبايه بتاخد معلقه جوز الهند ومعلقه نشا، ومعايا معلقه واحده حليب بودر. تمام. المكونات دي مع جوز الهند هتفرق كتير قوي في الطعم، هتلاقوا كده حاجه مختلفه. هحطهم كلهم كده زي ما انتم شايفين واخلطهم مع بعض في البدايه، وبعد كده اروح بيهم على النار لغايه لما يدوني مع بعض القوام الكريمي. ممكن لو انتي مش حابه ان انتي تستخدمي كله حليب، ممكن تحطي كوبايتين حليب وكوبايه ميه، اعتمادا على ان احنا حاطين معلقه حليب بودر. بس معلقه الحليب مع الحليب بتديها غنى، بتحس ان هي كريميه قوي وطعمها حلو. والجوز الهند بقى في النص يعني تزود في القوام وبتدي ريحه وبتدي طعم جميل جدا. خلاص زي ما انتم شايفين كده، خلاص بقت كلها متجانسه. هحطها على النار لغايه لما تبقى القوام بتاعها كريمي. وزي ما انتم شايفين معايا قوامها كريمي خالص وناعم. مش مطلوب انها تكون تقيله عشان ما تبقاش بعد ما تبرد تبقى تقيله قوي، لا هي بتبقى طريه كده، ما بتتماسك بقى، بيبقى قوامها زي الكريمه بالظبط. ما خدتش حاجه على النار خالص. وزي ما انتم شايفين معايا شكلها بعد ما غرفتها في الاطباق جميله جدا ولذيذه جدا. هتقولي انت ما حطيتيش سكر؟ ما حطيتش سكر، وجربوها من غير سكر هتلاقوا طعمها جميل، لان جوز الهند هو الطاغي في الموضوع. لو انتوا بتحبوا الحاجه مسكره قوي يعني زياده عن اللزوم، حطوا معلقتين سكر او معلقه، لان هو برضو الكريم شانتيه بيبقى مسكر. آه هي كلها حلوه كده والله، صدقوني لو جربتوها بالطريقه دي دوقوها حتى قبل ما تغرفوها هتلاقوا طعمها جميل. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها، او ممكن برضو تزوقوها بس بعد طبعا ما بتبرد. زوقوها باي حاجه تحبوها على الوش كده، وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.